في ظل الحماس المتزايد والترقب الكبير، يستعد المنتخب المغربي لخوض استحقاقات حاسمة في مشواره نحو مونديال 2026 وسط تغييرات مفاجئة واستدعاءات جديدة قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة. وبينما يحسم وليد الركراكي قائمته النهائية لمواجهتي النيجر وتنزانيا، تشتعل الأضواء حول بعض الأسماء الشابة التي خطفت الأنظار سواء في الملاعب الأوروبية أو عبر قرارات مثيرة للجدل. وفي الوقت نفسه يواصل النجوم المغاربة تألقهم مع كبار الأندية العالمية، وعلى رأسهم إبراهيم دياز الذي عاد ليصنع الحدث مع ريال مدريد في ليلة أوروبية مشتعلة. فما هي أبرز ملامح القائمة الجديدة، ومن هم اللاعبون الجدد الذين قد يكون لهم دور بارز في قادم المواعيد؟ يستعد الناخب الوطني وليد الركراكي للإعلان عن القائمة النهائية لأسود الأطلس استعدادا لمواجهتي النيجر وتنزانيا يوم 21 و25 من مارس على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفية كأس العالم 2026. ومن المنتظر أن تحمل القائمة بعض المفاجآت، حيث ستضم 26 لاعبا معظمهم من المحترفين المغاربة المتألقين في الدوريات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة. وفي إطار سعيه لتعزيز صفوف المنتخب، قرر الركراكي استدعاء 4 لاعبين جدد لاختبار قدرتهم الفنية والبدنية خلال المعسكر التدريبي الذي سينطلق يوم 17 من مارس بمركز محمد السادس لكرة القدم في الرباط. وبحسب مصادر خاصة، فإن الرباعي الجديد الذي وضعه المدرب ضمن قائمته يضم مهاجم رينجرز الاسكتلندي حمزة إيغامان الذي برز مؤخرا بأداء مميز على الصعيدين المحلي والأوروبي، كما ضم الركراكي المدافع رايان ماي لاعب دينامو زاغرب الكرواتي بهدف تعزيز الخط الخلفي، خاصة بعد الإصابات التي طالت شادي رياض من كريستال بالاس ورومان سيس من السد القطري. أما ثالث الأسماء الجديدة فهو الجناح الواعي شمس الدين طلبي لاعب كلوب بروج البلجيكي الذي فضل تمثيل المغرب على حساب منتخب بلجيكا ليتم مكافأته باستدعائه لأول مرة، في حين سيكون المدافع عمر الهلالي لاعب إسبانيول إسباني رابع المستجدات في القائمة بعدما جذب اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى أبرزها مانشستر سيتي. وفي سياق متصل، لا يزال الجدل قائما حول مستقبل بلال نذير متوسط ميدان أولمبيك مارسيليا بعد التقارير التي ربطته بإمكانية تمثيل منتخب الجزائر نظرا لأصوله الجزائرية من جهة والدته. اللاعب الشاب أثار التكهنات بعد أن ألغى متابعته لحسابات المنتخب المغربي على منصات التواصل الاجتماعي وحذف صفة لاعب مغربي من بياناته الرسمية، مما فسر على أنه نوع من الضغط على الركراكي لضمه إلى التشكيلة. لكن وفقا لمنصة عين الرياضية، فإن نذير لا يفكر في تغيير جنسيته الرياضية خلافا لما تم تداوله، وهو ما دفع الركراكي لإنهاء الجدل بإدراج اسمه ضمن القائمة الموسعة لمعسكر مارس. هذه الخطوة قد تكون استجابة غير مباشرة للضغوط التي مارسها اللاعب، خصوصا أنه لا يزال في بداية مشواره الاحترافي مع مارسيليا. وعلى صعيد آخر، وصل النجم المغربي إبراهيم دياز تألقه مع ريال مدريد، حيث قاد فريقه للفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. دياز الذي سجل الهدف الحاسم يواصل إثبات قيمته بعدما سجل هذا الموسم 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى خلال 37 مباراة بقميص الميرينغي. ورغم هذه العروض القوية، فإن صحيفة ماركا الإسبانية ترى أن دياز سيظل غالبا خيارا بديلا في تشكيلة كارلو أنشيلوتي بسبب المنافسة الشرسة في خط الوسط والهجوم. ومع ذلك وصفته الصحيفة باللاعب رقم 12 أي البديل الأول في حسابات المدرب الإيطالي. وكان دياز قد بدأ أساسيا أمام أتلتيكو في ظل غياب جود بيلينغهام للإيقاف. وعند سؤاله عن مستقبله بعد عودة النجم الإنجليزي، قال أنشيلوتي: لا يمكن الجزم بذلك، دياز لاعب مهم للغاية ويستفيد من الدقائق التي أتيحها له. فبين تحضيرات المنتخب المغربي للاستحقاقات القادمة والجدل حول بعض الأسماء الشابة والتألق المستمر للاعبين المغاربة في أوروبا، يبدو أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة لعدة أسماء تسعى لإثبات نفسها سواء مع أسود الأطلس أو في الأندية الكبرى.